تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ضربة قوية بشأن إصابة المغربي رضا سليم لاعب الفريق التي تعرض إليها مؤخرا مع الفريق خلال لقاء شباب بلوزداد الجزائري. وأصيب اللاعب المغربي خلال مشاركته في المباراة، حيث طلب الاستبدال بعدما تأكد من عدم استطاعته استكمال اللقاء أمام شباب بلوزداد الأحد الماضي. رضا سليم يحتاج لإجراء عملية جراحية في الركبة، وحسب ما ذكره الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن رضا سليم سيغيب عن المشاركة مع الفريق الأحمر لمدة 3 أشهر بسبب إصابة الركبة. وتابع شوبير في تصريحاته: إن اللاعب المغربي سيخضع لعملية جراحية على إثر إصابته التي تعرض إليها مؤخرا. وأكد موقع الأهلي الرسمي أن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق أثبتت إصابته بقطع جزئية في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى، مشير إلى أن المغربي سوف يخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة العلاج